بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صحة رمضانكم، عواشركم مبروك يا ربي. كي راكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتلقاكم هاد لا فيديو كاع بخير يا ربي. كيما شفتوا جبت من نشارك معاكم صابلي بريستيج ولا وصفة ولا أربع بنة ذوق تجي خفيفة ريشة. شنقول لكم واحدة البنة لا يعلى عليها. المهم انا المقادير اللي كنت استعملتهم هنا في هذه الوصفة، كنت استعملت 250 غرام تاع دهن، استعملت عطر الفانيليا، وهنا مغرف صغيرة عطر القهوة، ومغرف عطر البندق بذوق البندق. تبغوا ديروهم تبغوا تخليو عنهم، ولكن يعطوا واحد البنة في الكاطو تاعكم روعة، سيرتو كي يكون صعب لي بذوق الشيكولا. وهنا شندير اول حاجه نبدا بها، نحكم هذاك الدهان نخلطه مليح مليح، ومن بعد نزيد نضيف له نصف كاس ولا ربع مغارف تاع كاوكاو مدشش، وعندنا نصف كاس مايزينا، ونصف كأس سكر أرطب ولا سكر جلاسي، وعندنا نصف كأس كاكاو بني. شنديرو أول خطوة، نخلطوا هذاك الدهان مع الكاكاو مليح مليح حتى يولي كريمي، وبعدين نضيفوا السكر عادي والمايزينا والكاكاو تاعنا، خلطهم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. لا ما نخلي حتى الحبيبات ولا ما نخلي والو حتى نحس الخليط يتجانس لي مليح مليح. نبدا نضيف في الفرينه كيما شفتوا هذه الوصفه بدون بيض، وتجي قد ما تقعد لكم، قد ما تجي طريه، قد ما تجي هشيشه، لانه البيض ولا لاليفير شيمي انا من النوع اللي يكره البيض في الكاطو تاعه. انا لذا نستعمل هذا الصابلي بدون بيض، وقد ما يقعد قد ما يطرى، يقعد لكم صالح لمده حتى الشهر، ويقعد لكم طري بنفس القوام تاع كيما خدمتوه اول مره. وهنا بعد ما لميت العجينه تاعي، المهم المقادير نخليها لكم في صندوق الوصف. هنا اول حاجه شنجيب نحكم هذه ساشي عادي، ولكن عندكم لي ساشي الاخرين الكبار تقدروا تستعملوهم. نحكموا نبسطوها بالحلال. هنا علاه تجي العجينه شويه طريه، وميم كي تديروها عليها ساشي وتقعدوا تخدموا، يساعدكم في الخدمه، ما تجيكمش الحبه عوجه، تجيكم كل الحبات تاعكم يجوا متشابهين. هنا نبسطها، ما نبسطها رقيقه رقيقه، ما نبسطها غليظه. هنا دوك نوريلكم كيفاش بسطتها. هنا نكمل نحلها بالحلال. وهنا صايي بعد ما بسطتها بغيتها كيما راني باغيه انا، هنا نبدا نطبخ فيها ونحط في البلا تاعي. انا ما نطيبش ديريكتومون البلا لي نوجده نطيبه، لا نخبز كاع لي بلا تاعي كي نكملهم عاده نبدا نطيب، وعادي ما يفسد لانه ما فيه لا ليفير شيمي، ما فيه بيض لي فسده ولا باهي كما نقولوا حنا يخسر لك باهي يطول برا، ولا عادي كمل كاع ومن بعد ندخلوا لك واش يطيب على 180 درجه. شوفوا 180 درجة، ما نخليهش بزاف يا ربي 10 دقائق، لأنه غي ينشف لي. وما تشعلولوش من الفوق، شعلوله غير من التحت. وإلا كان عندكم الفور تاع الغاز نقصوا له قدر المستطاع، وخلوا الكوشة تاعكم حتى تحمى باش ديروا فيها الكاطو تاعكم. وهنا كي نكمل نعاود بنفس الطريقة. هنا هاوينا بعد ما عمرت البلا تاعي، وهذا البلا زاوج. قلت لكم انا ما نطيبش بالبلا لا حتى نكمل باش نقابلو ما يتصدم لكم، ولا تعرفوا باللي صابلي يطيب بالخف ولا قلاه تقابلوه. وهنا نكمل بهذه الخطوه كاع. وهنا اول حاجه عفوا ثاني حاجه رحت لها بعد، انا هذو هنا كنت خدمتهم بالنهار قبل باش نكونوا صريحين لانه صعب لي خدمته في نهار واحد مع التزيين، وهذوك الشيكولا خدمتها في وحده. هنا شيكولا ذوبتها بدون اي اضافات، ودرتها في ليمول تاعي، ندير الكوش الاول ونزيد الزاوج والثالث ونخليها تجمد، ومن بعد نديمو ليها فاسيلمون. وهنايا نجي للتزيين. هنا درت هنا كنت صنعت هذا الكراميل، ودوك نحطها لكم في القناه نيسلي كراميل. هنا درت خلطته مع الكاوكاو عادي مدشش. هنا بنعمر به هذوك الشيكولا اللي خدمتها في ليمون. وهنا نجي باش نكولي الكاطو تاعي. هنا حكمت عادي حلوة الترك، مرستها كيما راكم تشوفوا بالفرشيطه، وحكمت عادي معجون المشماش ولا مربى المشمش عادي، خلطهم مع بعضهم البعض ونديرهم في بوشادوي، ونبدا ندير فوق الحبات تاعي هكا باش تسهل عليا الخدمه. خير ما تحكموا بيديكم وتقعدوا تديكم الوقت اصلا. هنا خلط مليح مليح هذيك حلوة الترك حتى تذوب لي في الكونفيتير تاعي، لانه كون تخلوها ما تخلطوهاش مليح تقعد لكم هكا حبه حبه ولا يجوا هذوك الحبيبات.
وهنا كما راكم تشوفوا راني ندير فيها في هذا البوشيت. انا هنا درت غلطه، حليت البوشيت قدام لان نعمرها. هي نتوما حتى تعمروا البوشادوي ولا هذه بوشيت جوطابل ولا باش تحلوها. انا هنا قاعده تسيح لي. وهنا نكمل هاكا، ندير الصف وصف ما نديرلوش هاكا ونكولي بهذه الطريقه. تجي واحد البنه واحد الذوق ولا اروع. عشان نقولكم جربوها وما تندموش. وهذا الوصفه تاع الصابلي قد ما تقعد لكم قد ما تولي طريه وعلى ضمانتي، لانه ما فيهاش البيض وما فيهاش لا ليفير شيمي. هذو هما اللي نوعا ما يفزوا الكاطو تاعكم. انا هنا خطره درتو والله عن تجربه، قعد لي تقريبا مده شهر بلا ما يفسد لي. المهم هذا صابلي قد ما يقعد قد ما يطرى. نتوما هنا مد قادره تستغنيو على هذا التزيين، ديروا صابلي عادي يجيكم واحد الخفه واحد البنه. المهم نتوما يبقى عندكم الاختيار. هنا بعد ما نكمل بهذه الطريقه نروح للتزيين الثاني. هنا حكمت هذيك الكراميل ولا نيسلي كراميل اللي خدمته في الدار. درت له خلطته مع الكاكاو عفوا الكاوكاو وحلوة الترك. درت لهم درتهم في بوشيت. وهنا بديت نعمر هذو لي مول تاوعي تاع الشيكولا اللي كنت خدمتهم، نعمر فيهم بشويه ونحط فوق الحبه تاع الصابلي تتكولا عفوا تتكولا فاسيلمون. وهنا بعد ما كوليتهم كاع شندير نحكم هذاك الكونفيتير وحلوة الدرك اللي بقى لي من التلصيق تاع صابلي. نحكم هذا البينسو وندير مع الحواشي ونرمدوه في الكاوكاو يعطي واحد البنه شنقولكم يجي روعه. نتمنى نكون شاهدكم في الجنه يا ربي. شوفوا بهذه الطريقه والرمد اصلا بهذه الطريقه تجيكم خدمتكم نقيه ومتحوفه، ما تجيش قاطكم هذاك القاطو المبهدل. اني غير نتمسخر معاكم. وهذا الشكل ماهوش الشكل النهائي، مازال لي تزيين واحد اخر. هنا شان نحكم ملمع غذائي، ما نديروش بودر، انا نسحقه خليط. هنا انا ما شريتش الخليط لانه الخليط اللي يجي ليكيد عفوا يتباع 70,000 غالي شويه. انا حكمت شريت عادي هذا البودر، ونحكم نخلطه مع الماء. ماشي تخلطوه مع كونتيتي كبيره تاع ماء، لا غير 2 قطرات ولا، وخلطوا مليح مليح حتى يولي لكم بهذا القوام. وعلى ضمانتي استعملوه ويجيكم بنفس القوام تاع اللي تشروه ليكيد واجد. وهنا نحكم نزين في الحبات تاعي تاع لي صابلي ولا تاع الشوكولا. كمل قاع بهذه الطريقة تاع التزيين، ومن بعد نمر للمرحلة الثانية عفوا الثالثة تاع التزيين. وهنا بعد ما نكمل هذه الطريقة نروح نحكم واحد لي بابيون تاع قفريط نقصهم هامينا كما راكم تشوفون. نخلي هذاك الكاطو تاعي ينشف شوية. هنا نقصهم بهذا الشكل اللي بها نستعملهم. وهنا شنجي ندير الصابلي تاعي بعد ما نشف لي. هنا نحكم شيكولا عادي باللي خدمت بيها. نحكم البينسو نحطه في الشيكولا ونعاود نرفدو نحطه فوق هذيك البابيون ونحطها فوق الكاطو تاعي بلا ما نقعد نحرك فيها، تنشف لكم وتلصق لكم فاسيلمون. هاي وينا انا هنا كنت بعد ما قصيت هذوك لي بابيون كاع جبتهم باش يسهل عليا الخدمه. كنت وجدتهم قبل ما نخدم، كاين هذو صوالح يدو شويه الوقت. يعني هنا بديت نبلاصي فيهم بالشكل النهائي. هاي وينا يسقوا لكم عادي غير بشويه فقط تاع شوكولات ولا اسود ولا نتوما، المهم على حساب النوع اللي راكم بتخدموه. انا هنا التيم تاعي كان قاع في المارون. وهنا بعد ما نكمل بهذه الطريقة نروح للمرحلة الأخيرة والنهائية عشان نحكم الملمع عفوا الورق الذهبي نقصه ونبدأ نحط فيه. أنا هنا حكمت باللقاط، انتوما كامل تعرفوا اللقاط. نبدأ نقلع فيه بشوية لأنه كنت تلمسوه بيديكم يبدأ يتخبل لكم هذاك الآخر يتكمش لكم قاع الورق الذهبي. لا حكموا غير بلقاط عادي وحطوا غير شوية منه في الماء ولصقوا في الكاطو تاعكم، ما غاديش يفسد لكم لانه هو اصلا يتكولا ولا يلصق في الكاطو بالماء بشويه ماء.
وهنا راني نكمل معاكم بهذه الطريقة وتشوفوا في صحة التقديم، ونخليكم إلى فيديو آخر، وما تنسيوليش الجيم والاشتراك في القناة.